العام يوم يتنافسون ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية ويفوز فيها ميسي. زعلت وضاق صدري، رونالدو رفيق لي وسنافي أغليه. قمت أنا وارسلت رسالة على جوال رونالدو، وارسلت له أبيات ورد علي بعلمكم فيها الحين. قلت البارحة كل على راحته بات، وانا زعل جفني وطلق منامي، سويت يا رونالدو قطعة أبيات وارسلتها لك وانت حرنق طامي. قال البقى والمرحبا والتحيات تنساق لك وانت على ما يرامي، العلم ويش وكل شيء له اثبات، انا الرصاص اللي ببطن الحزامي. قلت اللوم والشرهة عليك انت بالذات، كبرت راسك فوق ريشه النعامي، يوم الذهبية عليها الحسابات راحت عليك وفاز فيها العصامي. قال انت ما تعرف علوم خفيات، مدري متى تصحى وتفهم كلامي، هذه هي الفيفا جماعة عصابات مبيوعة الميسي وميسي حرامي. قلت الهرج ما ينفعك، فيفا تنفات قدامي اكلك الجراد التامي، اما نهضت وجبت معك البطولات روحت معك السياس عليها السلامي. المهم الظاهر اني زعلته عقب البيتين ذي، يبطى ما رد، اخذت لي 10 دقائق اليوم ارسل لي رسالة بعلمكم الحين. قال انت ما عندك سوى نظم الابيات، مع كل تقديري وطيب احترامي، الله يخلي لك شيوخ الامارات منهم لقيت النور عقب الظلامي. ايه عاد زعلت انا هالحين، عطيت ما رديت عليه، اخذت لي ساعة ثم ارسلت له رسالة. قلت كريستيانو خل عنك الحركات، انت تعرف وضعي وتعرف نظامي، عن الغلط والمسخرة والتفاهات اسمي سجل من كبار الاسامي. الظاهر انه استحى، هو حياوي ابن الحلال ولا هو بيحب الخطأ. اخذت لي دقيقتين لهم ارسل لي رسالة. قال يا محمد السكران رجل المهمات، انت المعرض من خوال وعمامي، ربعك تميم مطوعين العسيرات ولا خوالك حرب راس السنامي. اول ما قريتها وهو يدق علي قال انا طالبك ما عاد تقول شيء. قلت يا رونالدو والله في بيتين والمات. قال سمعني. قلت من باب حفظي للادب والعلاقات، خليت ذي خلفي وهذيك امامي، اما الزعل من سابع المستحيلات هذا الكلام اللي عليه الكلام. ضحك ابن الحلال قال صح لسانك والله ما عاد يجي شيء، قال انا عندي ضيوف جايين من البرتغال.